Hello and welcome to the second lesson of English. تعلم اللغة الإنجليزية بالدرجة بطريقة سهلة مهلة. كما شفنا في الدرس الأول تكلمنا على الأسماء. هذا الدرس يعني الدرس الثاني حيكون على أدوات التعريف. أدوات التعريف وش هما أدوات التعريف؟ أدوات التعريف هما ال كما نقولوا القمر، الشمس، الباب، هذيك الألف واللام اللي تسبق الاسم. في الإنجليش عندنا the كما the car سيارة، the bridge يعني الجسر، عندنا the tiger. وعندنا هنايا أدوات التنكير. التنكير تستخدم مع المفرد فقط. هنايا كيكون شيء معلوم وهنا كيكون شيء غير معلوم. كنقولوا the door يعني هذاك الباب، بصح كنقولوا a door يعني اي باب. قادر يكون في العمارة اللي قدامنا، قادر يكون الباب تاع الزنقة، سمات غير محدد. أدوات التنكير تستخدم مع المفرد فقط، تكون مع المفرد فقط. نضع ان كيكون الحرف فيه علة كيما الأ، الأو، الإي. الأ ليس هناك حرف أول فيه علة. مثال عندنا cat قطة، a cat. على درنا بيسك a cat الأ بيسك الحرف الأول ماشي حرف علة. هنا boy a boy. هنا orange an orange. هنا apple an apple. سمعت كي يكون الحرف فيه العلة الأو نديرو an، وكي يكون الحرف ما فيهش العلة نديرو الأ. كي تكون قدامي قطة نقول the cat. كي نكون نهدر على قطة شتها البارح ولا قطة تاع صاحبتي نقول a cat. هذا الأ والأن نستعملوهم كي يكونوا نهضروا على عفسة. الإنسان اللي راهو قدامنا ماشي شايفها ماشي عارفها ولا تكون بزاف. شو نعطي مثال، بصح كي نكون نهضر على عفسة محددة يعني فيها صفات نعرفها ومعلومة نقول the. هنا عندنا small activity كما قلنا الأ والأن. الأ تجي مع اللي ما فيهمش العلة. شكون هما الحروف اللي ما فيهمش العلة؟ الأف، الاتش، تي، ام، etc. باقي الحروف هنايا الأن تجي مع الأ، او، اي، او، يو. هادو هما. هنايا عندنا activity راح نخليكم تلقاو الحل.